عن حاجة مهمة جدا، وهي ازاي العظم بيكبر في جسمنا. ازاي الطفل بيتحول لمراهق، ومن مراهق بيتحول لشخص بالغ، وازاي عظمه بيكبر معاه، وازاي ممكن يكون في اشخاص لما بتكبر شكل الهيكل العظمي ليهم بيختلف. معاكم إيمان الجندي، استشاري تغذية علاجية، سمنة ونحافة ورياضيين، حوامل ومرضعات، أطفال وبالغين، وذوي أمراض مزمنة. أول حاجة لازم نعرفها إن العظم ده مش حاجة جامدة زي ما احنا متخيلين. العظم ده نسيج بيكبر وبيتجدد على طول. في البداية واحنا أجلنا في بطن أمهاتنا، العظام دي بتبقى عبارة عن مجموعة غضاريف لينة. مع الوقت الجسم بيبتدي يرسب عليها كالسيوم وبتتحول لعظم. دي بنسميها اوسيفيكيشن أو التعظم. لما الطفل بيتولد بيبقى عنده حوالي 300 قطعة عظم، مش عظم اللي احنا عايشين عليه دلوقتي، لا، دول بيبقوا 300 قطعة عظم. مع الوقت بتتلحم بعض الأجزاء في بعض، وبنوصل لغاية ما تبقى 206 تقريبا عظمة في جسم الإنسان البالغ. في سن الطفولة والمراهقة في حاجة اسمها صفائح النمو، دي بتكون موجودة في أطراف العظام الطويلة، ودي مسؤولة عن الطول. طيب لما بنوصل لمرحلة البلوغ ايه اللي بيحصل؟ الهرمونات بتسرع النمو لغاية ما الصفائح دي بتقفل، وساعتها نمو الطول بيوقف، ودي غالبا بتكون في آخر سن المراهقة. بس خلي بالك، نمو الطول بيوقف لكن نمو العظم وتجديده ما بيوقفش. تجديد العظم بيفضل طول حياتنا عشان يحافظ على قوة الجسم وكثافة العظم. العوامل اللي بتأثر على قوة العظم وكثافته: أول حاجة التغذية السليمة، محتاجين كالسيوم، فيتامين دي، وبروتين، ومغنيسيوم. ايه كمان؟ النشاط البدني. هرجع اقول لكم برضو لازم نشاط بدني، نشاط رياضي. النشاط البدني بيحافظ على قوة العظم، وخصوصا تمارين المقاومة. كمان النوم الليلي الكافي، لأن أثناء النوم بيتفرز هرمون النمو. وارجع اقول برضو لا، احنا محتاجين ننام نوم ليلي كافي. التعرض للشمس كمان من الحاجات المهمة جدا عشان أحصل على فيتامين دي الطبيعي من الشمس. ولازم نفتكر إن أقصى كثافة للعظم وقوة للعظم بتكون في سن العشرينات، اللي لازم نحافظ عليها عشان ما نوصلش لدرجة هشاشة لما نكبر في السن. خليك فاكر إن العظم اللي بتبنيه النهاردة هو اللي هتعيش بيه بعد 10 سنين. يعني كل عاداتك اللي انت بتعملها دلوقتي من أكل ونوم ورياضة بتأثر عليك في المستقبل قبل ما تكون بتأثر عليك دلوقتي. وخليك فاكر إن كل خطوة بتعملها النهاردة هتفرق معاك كتير بكرة.